المركزية الأفريقية هي حركة فكرية وثقافية تسعى لإعادة أفريقيا إلى مركز التاريخ العالمي، وتؤكد على إسهامات الشعوب الأفريقية، كما أنها تتحدى وجهات النظر الأوروبية المركزية. تهدف المركزية الأفريقية إلى تمكين الناس من أصل أفريقي، وتستند الحركة إلى تخصصات مختلفة بما في ذلك التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع. تؤكد المركزية الأفريقية على مركزية التجربة الأفريقية، وتستمر في تشكيل هويات وتطلعات الناس من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم. شهد منتصف القرن العشرين تفكيك الإمبراطوريات الاستعمارية، وسعت الدول الأفريقية المستقلة حديثاً إلى إعادة تعريف نفسها، وتحدت الروايات التي فرضها عليها مستعمروها السابقون. وقد شهدت هذه الفترة نشأة المركزية الأفريقية. لقد سعى الاستعمار إلى محو التاريخ والثقافة الأفريقية، وظهرت المركزية الأفريقية كرد فعل مباشر على ذلك. وسعت الحركة إلى استعادة التاريخ الأفريقي والهوية الأفريقية، وكان الهدف منها هو استعادة الشعور بالفخر واحترام الذات. لعب الشتات الأفريقي دورًا حاسمًا في تشكيل المركزية الأفريقية. أدى النزوح القسري للأفارقة خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى إنشاء مجتمعات في جميع أنحاء الأمريكتين، وقد حافظت هذه المجتمعات على صلاتها بتراثها الأفريقي. بدأ المثقفون والناشطون داخل الشتات في التعبير عن الأفكار الأفريقية المركزية، وقد شدد شخصيات مثل دبليو.إي.بي. دو بويز وآلان لوك على أهمية التراث الأفريقي في تشكيل الهوية والوعي الأسود. كما غذت نهضة هارلم الفكر الأفريقي المركز، واحتفلت بالثقافة والإبداع الأسود، وتحدت الصور النمطية العنصرية السائدة. المركزية الأفريقية ليست حركة متجانسة، فهي تشمل مجموعة من وجهات النظر والمناهج، ومع ذلك قدمت العديد من الشخصيات الرئيسية مساهمات كبيرة في تطورها، ولا تزال أفكارهم تشكل الفكر الأفريقي المركز اليوم. تحدى الشيخ أنتا ديوب، وهو باحث سنغالي، النظرة الأوروبية المركزية لمصر القديمة، وقال إن قدماء المصريين كانوا من السود الأفارقة، وأن حضارتهم كانت نتاجاً لعبقرية أفريقية. أثار عمل ديوب جدلاً، لكنه ألهم أيضاً جيلاً من العلماء الأفارقة، وقدم أدلة من اللغويات والأنثروبولوجيا وعلم الآثار. تكمن إرث ديوب في جهوده لاستعادة التاريخ الأفريقي، ولا يزال عمله يؤثر على الفكر والمنح الدراسية الأفريقية. مولانا كارينغا، ناشط أمريكي من أصل أفريقي، اشتهر بإنشاء كوانزا. هذه العطلة تحتفل بالتراث والثقافة الأمريكية الأفريقية. كما طور كارينغا نغوزو سابا أو المبادئ السبعة، وتؤكد هذه المبادئ على المجتمع وتقرير المصير والوحدة الثقافية. كان لعمل كارينغا دور فعال في تعزيز القيم الثقافية الأفريقية، ولا يزال الملايين يحتفلون بكوانزا في جميع أنحاء العالم. كان ماركوس غارفي، الناشط المولود في جامايكا، شخصية بارزة في حركة الوحدة الأفريقية، ودعا إلى وحدة وتقرير مصير الناس من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم. أسس غارفي الرابطة العالمية لتحسين الزنوج، التي تعزز الكبرياء الأسود والاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وبينما واجهت رؤية غارفي لأفريقيا الموحدة تحديات، فإن أفكاره لا تزال تلهم، ويتذكره الناس لإيمانه الراسخ بقوة الوحدة السوداء، ولا يزال إرثه يؤثر على حركات الوحدة الأفريقية اليوم. كان إيدو باوسكي، المعروف باسم يوسف بن يوخ أنن، كاتباً ومؤرخاً غزير الإنتاج، تخصص في التاريخ والثقافة الأفريقية القديمة. تحدى الروايات الأوروبية المركزية للتاريخ. أكد عمل باوسكي على فاعلية الشعب الأفريقي، وجادل ضد تصوير الأفارقة على أنهم ضحايا سلبيين للتاريخ، واحتفل بمرونتهم وإبداعهم ومقاومتهم.
كان لعمل باوسكي ونشاطه دور فعال في زيادة الوعي بالتاريخ الأفريقي، وألهم جيلاً من العلماء والناشطين للبحث بشكل أعمق في التاريخ والثقافة الأفريقية. تستند المركزية الأفريقية إلى العديد من المفاهيم الرئيسية التي تدعم نظرتها للعالم وأهدافها. توفر هذه المفاهيم إطاراً لفهم التاريخ والثقافة والهوية الأفريقية. إنها تقدم منظوراً مختلفاً عن وجهات النظر الأوروبية. هذه المفاهيم مترابطة وتعزز بعضها البعض. إنها توفر فهماً شاملاً للتجربة الأفريقية. إن فهم هذه المفاهيم أمر بلغ الأهمية لفهم تأثير المركزية الأفريقية. فهي توفر رؤى ثاقباً لجهود الحركة لاستعادة التاريخ الأفريقي وتعزيز الفخر الثقافي ومكافحة العنصرية. تركز المركزية الأفريقية بشدة على مصر القديمة، فهي ترى مصر القديمة كمصدر للفخر والإلهام، وتتحدى الحركة النظرة الأوروبية المركزية التي تفصل مصر عن أفريقيا. ويجادل العلماء الأفارقة إن مصر القديمة كانت حضارة أفريقية، ويشيرون إلى أدلة من علم الآثار واللغويات وعلم الوراثة. يعتقد الأفارقة أن الاعتراف بالأصول الأفريقية لمصر أمر ضروري لفهم التاريخ الحقيقي للحضارة. يتحدى هذا المنظور الرواية التقليدية التي تضع أصول الحضارة الغربية في اليونان، ويسعى إلى إعادة مصر إلى مكانتها الصحيحة باعتبارها حضارة أفريقية أساسية. الوحدة الأفريقية مبدأ أساسي من مبادئ المركزية الأفريقية، فهي تدعو إلى وحدة وتضامن الناس من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، وهي تعترف بالتاريخ والنضالات المشتركة للأفارقة والشتات. وقد ظهرت الوحدة الأفريقية كرد فعل على الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وتؤكد على أهمية القيم والتجارب الثقافية المشتركة. وهي تشجع على التعاون بين الدول والمجتمعات الأفريقية، وتظل قوة دافعة للوحدة والتمكين. الاستقلال الثقافي مفهوم رئيسي في المركزية الأفريقية، فهو يؤكد على أهمية القيم والتقاليد الثقافية الأفريقية، وهو يشجع الناس من أصل أفريقي على اعتناق تراثهم. وهي تدعو إلى رفض الأعراف الثقافية الأوروبية، وهي تشجع على استخدام اللغات الأفريقية والأشكال الفنية والممارسات الروحية. يهدف الاستقلال الثقافي إلى استعادة الشعور بالفخر واحترام الذات. الأمر يتعلق باستعادة الفاعلية وتحديد الثقافة الأفريقية بشروطها الخاصة. تعد مكافحة العنصرية جانباً أساسياً من جوانب المركزية الأفريقية، وهي تدرك الطبيعة المتفشية للعنصرية وتأثيرها على الناس من أصل أفريقي. تتحدى المركزية الأفريقية الصورة النمطية والأيديولوجيات العنصرية، وهي تقدم سرداً مضاداً للصورة السلبية لأفريقيا وشعوبها، وتؤكد على إنجازات ومساهمات الشعب الأفريقي عبر التاريخ. تشجع المركزية الأفريقية على حب الذات واحترامها كوسيلة لمكافحة الآثار النفسية للعنصرية، فهي تمكن الناس من أصل أفريقي من تحدي الظلم والنضال من أجل المساواة. وترى الحركة أن التعليم وإذكاء الوعي أداتان حاسمتان في مكافحة العنصرية. أشاد البعض بالمركزية الأفريقية لمساهماتها في فهم التاريخ والثقافة الأفريقية، ومع ذلك فقد واجهت أيضاً انتقادات وجدل. يزعم بعض النقاد أن المركزية الأفريقية تشجع شكلاً من أشكال العنصرية العكسية، وينتقد آخرون دقتها التاريخية، مشككين في بعض الإدعاءات حول مصر القديمة. ويجادل البعض بأن المركزية الأفريقية تركز بشكل كبير على الماضي. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، قدمت المركزية الأفريقية مساهمات قيمة للمنح الدراسية والنشاط والوعي الثقافي. لقد تحدت التحيزات الأوروبية ووفرت منبراً للأصوات الأفريقية، وتستمر في إلهام الناس من أصل أفريقي لاستعادة تاريخهم وتشكيل رواياتهم الخاصة.
تقف المركزية الأفريقية كحركة فكرية وثقافية قوية. لقد غيرت فهمنا لأفريقيا وشتاتها، وولدت من رحم النضال ضد الاستعمار والعنصرية، وقدمت إطاراً لاستعادة التاريخ الأفريقي والاحتفال بالثقافة الأفريقية ومكافحة التعصب. أثارت المركزية الأفريقية الجدل والنقاش، كما ألهمت أجيالاً من العلماء والفنانين والناشطين، يكمن إرثها في مساهماتها الدائمة في تقرير المصير الأفريقي والفخر الثقافي والنضال المستمر من أجل المساواة. تستمر المركزية الأفريقية في تقديم رؤى قيمة، وهي تلهم الناس من أصل أفريقي لاحتضان تراثهم والاحتفال بإنجازاتهم وتشكيل مصائرهم بأنفسهم. الحضارة المصرية القديمة إرث عظيم، إرث بجد ضخم، أثر على العالم كله بعلومه وفنه وفلسفته. لكن للأسف الإرث ده ما أخدش حقه وتشوه وتهمش، وما تدرسش الصح من وجهة نظر أفريقية. لازم نعيد تقييم الحضارة دي ونشوفها بشكل جديد، شكل يبين لنا دورها في تكوين الهوية الأفريقية. في الفيديو ده هندخل رحلة في أعماق التاريخ، هنشوف آراء علماء ومفكرين أفارقة مهمين، ونكتشف تأثير الحضارة المصرية القديمة على العالم كله. هدفنا هو تسليط الضوء على إرث عظيم، ونوصل ماضي أفريقيا بحاضرها، ونأكد على قدرة الأفارقة على الإبداع والتمييز. شيخ أنتا ديوب مفكر ومؤرخ من السنغال، وكان من أوائل الناس اللي دافعوا عن الأصل الأفريقي للحضارة المصرية. أكد ديوب إن المصريين القدماء كانوا من السود، واستند في كلامه على أدلة تاريخية ولغوية وأثرية، وأثبت إن الحضارة المصرية بدأت في قلب أفريقيا وانتشرت من الجنوب للشمال. أبحاث ديوب عملت ضجة كبيرة في الجامعات، لأنها شككت في الرواية الأوروبية لتاريخ أفريقيا، وأكدت على دور الأفارقة في بناء الحضارة الإنسانية. ساب ديوب إرث فكري كبير، وألهم أجيال من الباحثين والمفكرين الأفارقة، ودفعهم علشان يعيدوا قراءة التاريخ بعيون أفريقية. مارتن برنال مؤرخ بريطاني بيختص بتاريخ اليونان القديم، واهتم بدراسة العلاقة بين الحضارة المصرية واليونانية. برنال كان عنده رؤية جديدة ومثيرة للجدل حول تأثير مصر على اليونان. أكد برنال في كتابه أثينا السوداء على تأثير مصر القديمة على الحضارة اليونانية، ووضح أن الحضارة المصرية كانت مصدر إلهام كبير لليونانيين. وقال إن اليونانيين تعلموا حاجات كتير من المصريين في مجالات كتير زي الفلسفة والفنون والعلوم، وإنهم استفادوا من المعرفة المصرية القديمة. أشار برنال لكذا حاجة مهمة، منها إن في فلاسفة يونانيين كتير اتأثروا بفكر المصريين القدماء، وإنهم كانوا بيعتبروا مصر مركز للمعرفة والحكمة، وإنهم سافروا لمصر علشان يتعلموا على إيد كهنة المعابد اللي كانوا بيعتبروا من أعظم المعلمين في العالم القديم. أبحاث برنال فتحت نقاشات كتير، بس برضو فتحت آفاق جديدة لدراسة العلاقة بين الحضارات القديمة، وخلت الناس يعيدوا التفكير في التاريخ. وأكدت على الدور المهم للحضارة المصرية في التاريخ، وإنها كانت حضارة عظيمة أثرت في العالم كله. مولانا كارينجا ناشط ومفكر أمريكي من أصل أفريقي، اهتم بدراسة تاريخ أفريقيا القديم، وربطه بنضال الأفارقة في الوقت الحالي علشان الحرية والعدالة. كان له دور كبير في تعزيز الوعي بالهوية الأفريقية. أسس كارينجا سنة 1966 منظمة أوسوتوا، وهدفها هو تقوية الهوية الأفريقية في الولايات المتحدة، وبتعتمد على مبادئ من الحضارة المصرية القديمة. كانت المنظمة بمثابة جسر يربط بين الماضي والحاضر. أكد كارينجا على أهمية دراسة تاريخ أفريقيا القديم علشان نسترجع الهوية الأفريقية، ودعا لاستلهام قيم الوحدة والتعاون من الحضارات الأفريقية القديمة. كان يؤمن بأن هذه القيم يمكن أن تكون مصدر إلهام للأجيال الحالية.
كان لكارينجا دور كبير في نشر الوعي بالتاريخ الأفريقي في الولايات المتحدة، وساهموا في تعزيز الشعور بالفخر بالانتماء الأفريقي بين الأمريكان من أصل أفريقي. كانت جهوده جزءاً من حركة أوسع لتعزيز الهوية الثقافية. جورج جيمس مؤرخ بريطاني بيختص بتاريخ مصر القديمة، واهتم بدراسة تأثير الحضارة المصرية على الحضارة الغربية. أكد جيمس في كتابه الحضارة المسروقة على إن أفكار كتير وتقاليد بننسبها للغرب أصلها من مصر القديمة. أشار جيمس إن المصريين القدماء كانوا رواد في مجالات كتير زي الطب والفلك والهندسة، وإنهم أثروا بشكل كبير على تطور الفكر الغربي. كتاب جيمس عمل جدل كبير، لكنه لفت نظرنا لأهمية إعادة تقييم إسهامات الحضارة المصرية في مسيرة الحضارة الإنسانية. ويليام إدوارد بورغارد دوبويز، مفكر وناشط أمريكي من أصل أفريقي، دافع عن حقوق السود في الولايات المتحدة، وأكد على قدرتهم على الإبداع والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. استشهد دوبويز بالحضارة المصرية القديمة كدليل على قدرة الأفارقة على بناء حضارات عظيمة، وأكد على أهمية دراسة تاريخ أفريقيا القديم لتعزيز الشعور بالفخر بالانتماء الأفريقي. ألهم دوبويز أجيال من النشطاء والمفكرين السود في الولايات المتحدة، وساهم في تغيير نظرة الأمريكان من أصل أفريقي لأنفسهم. كوامي نكروما، أول رئيس لجمهورية غانا بعد استقلالها عن بريطانيا، وكان نكروما من أهم رواد حركات التحرر الأفريقية. استلهم نكروما من الحضارة المصرية القديمة فكرة الوحدة الأفريقية، ودعا لتوحيد الدول الأفريقية علشان يواجهوا التحديات سوا. أنشأ نكروما في غانا معهد لدراسات الثقافة الأفريقية، وحط حجر الأساس لبناء سد عالي على نهر الفولتا اتسمى باسمه، واعتبره رمز لإرادة الأفارقة على البناء والتقدم. كان لنكروما دور كبير في تحرير أفريقيا من الاستعمار، وساهم في نشر الوعي بأهمية الوحدة الأفريقية. عظمة الحضارة المصرية القديمة ما وقفتش عند العلوم والمعرفة، لا ده وصلت للفنون بكل أنواعها، من العمارة للنحت للرسم والموسيقى. أبدع المصريين القدماء في العمارة والنحت والرسم والموسيقى، وده بيظهر في كل زاوية من زوايا حضارتهم. الأهرامات من أهم الشواهد على براعة المصريين القدماء في العمارة، تصميمها دقيق وحجمها ضخم، ولجز لسه بيحير علماء الآثار لحد دلوقتي. الأهرامات مش بس مقابر، دي كمان رمز للقوة والعظمة. أما النحت فأبدع المصريين القدماء في نحت التماثيل من الحجر، والتماثيل دي شكلها جميل وتفاصيلها دقيقة. ومن أشهر الأمثلة تمثال الملكة نفرتيتي اللي بيعتبر من أجمل التماثيل في العالم. وإبداع المصريين القدماء في الرسم ما يقلش عن النحت، زينوا جدران المعابد والمقابر برسومات رائعة بتوصف مناظر من الحياة اليومية ومشاهد دينية، وده بيدينا فكرة عن حياتهم ومعتقداتهم. والموسيقى كمان جزء مهم من الحضارة المصرية القديمة، استخدمها المصريين القدماء في الاحتفالات الدينية والمناسبات الاجتماعية، وكانت جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. تأثير الحضارة المصرية القديمة ما كانش في أفريقيا وبس، ده وصل لحضارات تانية كتير، وخصوصاً حضارات الشرق الأدنى القديم. الحضارة المصرية أثرت على الحضارة اليونانية بشكل كبير عن طريق التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، وتعلم اليونانيين من المصريين حاجات كتير في العمارة والفنون والعلوم. وكمان الحضارة الرومانية اتأثرت بالحضارة المصرية بعد ما بقت مصر ولاية رومانية، ونقل الرومان عناصر معمارية وفنية مصرية كتير لبلادهم. لسه تأثير الحضارة المصرية القديمة موجود لحد دلوقتي، وبنشوفه في مجالات كتير زي الفنون والعمارة والأدب. دراسة الحضارة المصرية القديمة مهمة جدا في وقتنا ده لعدة أسباب.
أولاً، بتساعدنا نفهم تاريخ أفريقيا بشكل أفضل، وبتسلط الضوء على دور الأفارقة في بناء الحضارة الإنسانية. ثانياً، بتقدم لنا الحضارة المصرية القديمة دروس وعبر كتير نقدر نستفيد منها دلوقتي، وخصوصاً في الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية. ثالثاً، بتساهم في تقوية الهوية الأفريقية والشعور بالفخر بالانتماء لأفريقيا. رابعاً، بتعتبر الحضارة المصرية القديمة مصدر إلهام للأجيال الجديدة، لأنها مليانة قيم إنسانية نبيلة. في النهاية، نقدر نقول إن الحضارة المصرية القديمة إرث حضاري لكل الناس في العالم، وتستاهل مننا الدراسة والتأمل والفخر. إعادة قراءة التاريخ من وجهة نظر أفريقية، وإظهار إسهامات الحضارة المصرية القديمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، ده واجب على كل باحث ومفكر أفريقي. لازم ننقل الإرث العظيم ده للأجيال الجاية، ونخليهم يفتخروا بانتمائهم لأفريقيا اللي طلعت واحدة من أعظم حضارات التاريخ.